مرحبا بكم في قناة المعرفة والحياة. اشترك في القناة وفعل الإشعارات بالضغط على الجرس، ولا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو. علاجات منزلية طبيعية لعلاج الحمى. إذا كنت مصابا بالحمى في معظم الحالات فهي ليست سوى نتيجة عدوى خفيفة، فتحدث الحمى بشكل أساسي بسبب أولا دخول أي بكتيريا غريبة إلى جسمك، وتستمر لمدة 3 إلى 4 أيام اعتمادا على عملية العلاج والأدوية. من ناحية أخرى يعاني الشخص المصاب بالحمى الفيروسية من السعال وألام الجسم وألم المفاصل والعضلات، وتستمر لمدة تتراوح من 7 إلى 8 أيام أو أكثر. بعض الأسباب الشائعة للحمى: الإنفلونزا، ضعف الجهاز المناعي، التهابات الجيوب الأنفية، الصداع. الحمى الفيروسية كما يوحي المصطلح هي عدوى فيروسية يتم الإصابة بها من خلال الاتصال المباشر من شخص لآخر. ترتفع درجة الحرارة مما يجعلك تشعر بالبرد الشديد. متابعينا الكرام، لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبي، ودائما وأبدا يجب علينا استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. فيما يلي بعض الأعراض الرئيسية المرتبطة بالحمى بشكل عام: صداع الرأس، ألم حاد، الشعور بالبرد والرعش من الجسم، آلام العضلات والمفاصل، الخمول، أحلام وهلوسة حية. قد تظهر عليك علامات الحمى التي يمكن أن تكون مزيج من واحد أو أكثر من الأعراض المذكورة أعلاه. إذا ارتفعت درجة الحرارة عن المعتاد واستمرت، فقد حان الوقت لزيارة طبيبك. متى يجب عليك زيارة الطبيب؟ أصيب معظمنا بالحمى أو الحمى الفيروسية في أكثر من نقطة في حياتنا. إن اتباع الأدوية الخفيفة والعلاجات المنزلية كالبقاء رطبا وشرب عصائر الفاكهة الطازجة واستخدام الكمادات الساخنة والباردة يجب أن يخفض الحمى. في حالة عدم وجود علامة من التحسن، ينصح بشدة بزيارة الطبيب خلال هذه الفترة. فيما يلي بعض الأعراض التي يجب أن تراقبها والتي يجب عليك خلالها زيارة طبيبك. بناء على الأعراض التي تعاني منها، قد يقترحون إجراء فحص في الصدر مصحوبا بفحص الدم لاستبعاد الأسباب الأخرى التي تهدد الحياة. اعتمادا على شدة مرضك سيتم وصف الدواء لك من قبل طبيبك. إذا استمرت الحمى لفترة طويلة وتحتاج إلى تناول الأدوية، فيما يلي بعض الخيارات: نوصي بشراء الأدوية التي وصفها لك الطبيب فقط، ويجب أن تكون على دراية بأدويتك وما الغرض منها. تأكد من قراءة إرشادات الاستخدام والاحتياطات قبل استهلاكها. العلاجات المنزلية هي أيضا طريقة رائعة لإخضاع أي مرض خفيف وليس فقط الحمى. تستخدم معظم هذه العلاجات المنزلية منتجات طبيعية تحتوي على المركبات النشطة تظهر خصائص طبية. ومن بعض العلاجات المنزلية السهلة لإدارة الحمى وعلاجها: العلاجات المنزلية للحمى. تم استخدام المورينجا على نطاق واسع في الطب التقليدي لعلاج أعراض الحمى والإنفلونزا. من المعروف أنها تظهر خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الالتهابات ومحاربة الميكروبات المسؤولة عن التسبب في الحمى. سوف تحتاج إلى أكياس من شاي المورينجا. كوب من الماء المغلي. ما عليك القيام به: خذ كوبا من الماء المغلي، أنقع كيس شاي المورينجا فيه لمدة 15 دقيقة تقريبا. يمتلك الزنجبيل خواص مضادة للالتهابات والمناعة، يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الحمى. قد تساعد مركبات الزنجبيل النشطة بيولوجيا أيضا على مكافحة العدوى وتقليل الالتهابات إذا كان لديك ألم في الحلق. كوب واحد من الماء الدافئ. ما عليك القيام به: قطع الزنجبيل إلى قطع صغيرة. اسلق شرائح الزنجبيل في مقلاة بالماء. شرب هذا المشروب عندما يكون فاترا. الفلفل الأسود. يحتوي الفلفل الأسود على مركبات نشطة بيولوجيا لها خصائص مضادة للالتهابات والمسكنات وآلام المفاصل والصداع المرتبط بالحمى. سوف تحتاج ملعقة إلى ملعقتين صغيرة من نواة الفلفل الأسود المطحون. ملعقة كبيرة عسل. ماذا يجب أن تفعل؟ قم بغلي كوب من الماء في مقلاة. أضف نصف ملعقة صغيرة من نواة الفلفل الأسود المسحوق والعسل إليها. اشرب عندما تكون فاترة. حليب الكركم. الكركمين هو مكون رئيسي من الكركم. تظهر الأبحاث أنه يمتلك خصائص يمكن أن تخفف من أي التهاب قد يظهر مع الحمى أو الإنفلونزا. له خواص خافضة للحرارة تقلل درجة حرارة الجسم خلال الحمى. سوف تحتاج إلى ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. كوب من الحليب الدافئ. قم بغلي كوب من الحليب، أضف إليه ملعقة صغيرة من الكركم وأخلطه جيدا. اشرب عندما يكون دافئا.
بالإضافة إلى العلاجات المنزلية، فإن إجراء بعض التغييرات البسيطة على نمط حياتك اليومية يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الحمى. زيادة تناول السوائل. عندما تعاني من الحمى يميل جسمك إلى الجفاف الشديد، تستهلك جميع السوائل لترضي البكتيريا من نظامك. من الضروري الحفاظ على رطوبة جسمك، ولكن للشعور بأنك أقوى وأقل خمولا فإن تناول سوائل صحية أخرى مثل عصائر الفاكهة يساعد كثيرا. تعتبر عصائر الفاكهة والفواكه طريقة رائعة لتعزيز طاقتك وتناول السوائل. يمكنك تناول كوبين من عصير الفاكهة الطازجة يوميا حتى تهدأ الحمى. يمكن أن يؤدي الإجهاد أيضا إلى الحمى. يمكن أن تكون الحمى أيضا بمثابة تنبيه للاستيقاظ للحصول على قسط كافي من الراحة. البالغون مستمرون في التنقل. هذا علاج منزلي سهل ولكنه واعد للحمى. للحصول على قسط كافي من الراحة يشفي غالبية الأمراض بما في ذلك الحمى. بما أن جسمك يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أثناء الحمى، فإن وضع قطعة قماش مبللة باردة على جبهتك يمكن أن يساعد. يخفض درجة حرارة جسمك على الفور ويخفف الانزعاج المصاحب للحمى. يمكن استخدامه كمادة باردة عندما ترتفع درجة حرارة جسمك خلال النهار بسبب الحمى. سوف يخفض درجة حرارة جسمك على الفور. هذه بعض العلاجات المجربة التي يمكنك اتباعها وأنت مرتاح في منزلك. يمكنك تجربة إما واحد أو مجموعة من هذه العلاجات للحصول على أفضل النتائج. قد ترغب الآن في معرفة كيفية منع نفسك من الإصابة بالمرض في المقام الأول. تابع مشاهدة هذا الفيديو. كيف يمكنك منع الحمى؟ لا يستغرق الأمر الكثير لمنع نفسك من الإصابة بالحمى أو البرد. إذا تم اتباع النظافة الشخصية الجيدة يمكنك أن تنقذ نفسك متاعب وألم السقوط. وإليكم بعض النصائح للتخلص من الحمى. شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى، هذا يبقيك رطبا ويساعد في طرد البكتيريا الضارة. الراحة الكافية عامل رئيسي آخر يمنع الحمى. النوم الجيد في الليل والنظام الغذائي الصحي يفيد الجسم أكثر مما تتخيل. تناول الأدوية البسيطة التي لا تستلزم وصفة طبية إذا استمرت الحمى. تذكر استشارة طبيبك. نأمل أن تستفيد من هذه العلاجات الطبيعية وتتعافى قريبا. ومع ذلك إذا كنت تعتقد أن الحمى استمرت لفترة طويلة فيجب عليك استشارة طبيبك وطلب العلاج الطبي.